السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتكلم عن Structure and function of major histocompatibility molecule. فال MHC قلنا قبل كده إن هو جروب من الجينات، وظيفته إن هو بينكود السيل سيرفيس بروتين، تمام، اللي هو الأنتيجين الخاص بالميكروب عشان خاطر يعرضوا للأدابتيف immunity، وده بيكون essential للاميون ريكوجنيشن، تمام. وطبعا شغله كله في ان هو بيرسبونس الادابتيف اميونيتي لما بيعرض الانتيجين للتي ليمفوسايت، تمام. طيب ازاي عرفنا الام اتش سي؟ قالك لما حصل عمليه الترانسبلانتيشن حصل جرافت ريجكشن ما بين ال two non-identical individuals، الاتنين دومت الام اتش سي بتاعهم مختلفين، وبالتالي عرفنا كونسبت اللي هو الهيستوكومباتيبيليتي، اللي هي بمعنى اكتر التيشو كومباتيبيليتي. من هنا عرفنا الام اتش سي. الانديفيدوال اللي ليهم identical ام اتش سي مولكول دي بيأكسبت الجرافت، اما النون identical دي بسبب الريجكتد، تمام. وبالتالي ال MHC ليها restriction، برضه اتكلمنا عن النقطة دي في فيديو قبل كده، تمام. قلنا ان التي سيل بيريكوجنايزد للسيلف MHC الخاص بالبيرسون ده بس، لأسباب اتكلمنا عنها في الفيديو السابق اللي هو اللي قبل اللي فات، تمام. طيب الجينيتك اورجانيزيشن لل MHC قالك ان ال MHC جين ده inherited واحدة paternal واحدة maternal من ال two parent، تمام. وده بيكون sequence من الجينات موجود على area من الجينوم عند الكروموسوم نمبر 6، تمام. فطبعا موجود في الهيومن وموجود في الماوس وموجود في الانيمال. في الهيومن اسمه هيومن ليكوسايت انتيجين HLA، تمام. طيب ال MHC لوكس في الاستراكشر بتاعه قبل الجيناتيكلي في تو بارت هاي بوليمورفيزم والجزء الثاني نون بوليمورفيزم، هنتكلم عنهم طبعا بالتفصيل، تمام. والكلاسيفيكيشن بتاعتها عندك في كلاس 1 MHC جين وكلاس 2 MHC جين. معلومه كده قالك ان الهاي بوليمورفيزم بتاع ال MHC دي ده بيكون في الجيناتيك فاريشن مهم جدا على المستوى البوبوليشن، عشان خاطر على سلسله الايفالويشن، على سلسله التطور، تمام. طبعا بيقدر ان الجسم المناعي من خلال سنين طويله مع البيئه اللي الواحد عايش فيها والعيله اللي الواحد عايش فيها، بيبدا الاميون سيل بيتعرف على مجموعه كبيره جدا من الباثوجين، وبالتالي بيكون عنده ميموري من خط الايفوليوشن، تمام. طب الاستراكشر MHC من خلال اللي هو ال MHC لوكس جين لوكس قالك ان طبعا اول حاجه الكلاس 1 والكلاس 2 MHC ده بيكون ممبرين باوند جلايكوبروتين كستراكشر يعني، تمام. بيكون في زي ما قلنا تو بارت. البارت الاولانيه اللي هي البيبتايد بايندينج كليف دي بتكون هاي بوليمورفيزم اللي هي بتنتراكت مع التي سيل ريسبتور، وبيكون بارت تانية بتكون نون بوليمورفيزم، تمام. دي بتنتراكت مع الكوريسبتور سواء عشان تتريجر السي دي 4 او السي دي 8 ايا كان، تمام. فزي ما انت شايف في الصوره عندنا كلاس 1 MHC جين عندك في الهيومن في هيومن ليكوسايت انتيجين A و B و C، ده بينكود الانتيجين اللي داخل الخليه عشان يتريجرد من خلال النون بوليمورفيزم ال CD8. اما في المايس عندك في H2K2D2L وده مش هنتكلم عنه. الكلاس التاني MHC جين عندك في الهيومن عندك هيومن ليكوسايت انتيجين DB DQ DR، ودي فيها كميه تفاصيل جدا هنتكلم عنها في فيديو تاني.
ده بتنكود الانتيجين اللي موجود في الاكسترا سيلولر. تمام، ده ريليتد اكتر بالانتيجين بريزنتنج سيل. طيب في نون كلاسيكال اميون جين زي ال TAP1 وال TAP2 والبروتوزوم كومبوننت والكومبلمنتري بروتين C2 C4 والفاكتور بي زي ما انت شايف في الصوره والسيتوكاين توبونيكروس فاكتور والليمفوتوكسيك. ده كله ما بيخشش في عمليه البرزنتيشن، لا ده بيسبورت الانتيجين بروسيسنج عشان خاطر تبايند على البيبتايد بايندينج ليفت الخاص بالام اتش سي. تمام. طيب هنتكلم بقى على الاستراكشر اكتر. اول حاجه الكلاس 1 ام اتش سي. قلنا ان الاستراكشر بتاع الكلاس 1 ام اتش سي عندك فيه 2 بارت، الفا تشين وبي 2 مايكروجلوبولين. طيب الكلاس 1 ام اتش سي ده الجينات الخاصه بيها زي ما قلنا بيكون الهيومن ليكوسايت انتيجين A و B و C. ال A وال B وال C طبعا الجينات دي كلها مش بتكسبريسد للاستراكشر الا للالفا بس، لان البيتا بتنكود خارج الام اتش سي اصلا. تمام. فالالفا تشين بتنكود بالاي والبي والسي بس مش كلهم، يا اما الاي يا اما البي يا اما السي، ودي عمليه اسمها اكسبريسد كودومينانتلي. تمام. فالالفا لما بتنكود من واحده من الثلاثه. تمام. وطبعا الجسم بيكون فيه 6 لان انت بتاخد 1 من الماتيرنال 1 من الباترنال، وبالتالي انت عندك 6 مش 3. تمام. طيب قال لك اني زي ما انت شايف في الاستراكشر بعد ما خلاص بقى فاينل انكودد واكسبريس خلاص على هيئه البروتين، عندك الفا 1 والفا 2 ده البيبتايد بايندينج ليفت، ده البورت الهاي بوليمورفيزم. تمام. بيبايند عليه على الجراف ده بيبتايد من حوالي من 8 ل 11 امينو اسيد سيكونس بعد ما يحصل عمليه الانتيجين بروسيسنج. تمام. ومنطقه الالفا 3 دي المنطقه اللي نون بوليمورفيك عشان خاطر دي بتبايند مع الكوريسبتور سواء طبعا ده كلاس 1 يبقى هيبايند على السي دي 8 كوريسبتور. تمام. ودي سايتوتوكسيك تي سيل. طب الكلاس 2 ام اتش سي قالك الكلاس 2 ام اتش سي عندنا فيه 2 بارت، في ستراكشر الفا تشين وبيتا تشين، ولكن دي بتختلف على الكلاس 1. الكلاس 1 قلنا ان الالفا هي بتنكود بواحده من الستة او ممكن نقول من الثلاثه الخاص بالهيومن. تمام. اما هنا لا، هنا الالفا بتنكود بواحده من سواء الدي بي او الدي كيو او الدي ار، والبيتا تشين برضو بتختار برضو واحده من الثلاثه دول. تمام. بكل انواعها برضو، كل التايبس اللي فيها هنتكلم برضو عنها في فيديو تاني. تمام. فبيكون في 2 بارت الفا وبيتا. الالفا 1 والبيتا 1 ده البيبتايد بايندينج كليف. تمام. بيبايند على الكليف ده بيبتايد اكتر من الكلاس 1 ام اتش سي. تمام. قالك من 10 ل 30 امينو اسيد. ومنطقه الجزء الالفا 2 والبيتا 2 ده جزء النون بوليمورفيك اللي بيتفاعل مع الكوريسبتور السي دي 4. تمام. فده الكلاس 1 والكلاس 2. الفرق بينهم ان الكلاس 1 بتبريزنت البيبتايد اللي في الانترا سيلولار بروتين، اما الكلاس 2 بتبريزنت البيبتايد اللي في الاكسترا سيلولار من خلال انتيجين بريزنتنج سيل. وقال لك عشان خاطر تاكتيفيت التي سيل لازم اول حاجه الام اتش سي كومبلكس تعرض البيبتايد بتاعها للتي سيل ريسبتور، ويكون في الخليه دي اللي هو الكوريسبتور خليه التي سيل عشان تتفاعل مع منطقه النون بوليمورفيك اللي موجوده في الخليه اللي بتعرض الام اتش سي. تمام. ودي مقارنه ما بين الكلاس 1 ام اتش سي وكلاس 2. اظن قلنا غطينا معظم المقارنه دي. فده فيديو النهارده، والسلام عليكم.